السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم هاد الوصفات ديال الرولي ديال الدجاج مع خضيره اللي كتجي لذيذه وصحيه وما تشبعوش منها. ممكن تقدموها غير نتوما بيناتكم هكا فامي، هكا الا جاكم شي واحد ضيف ولا توجدوها حتى هي كتجي راقيه وزوينه. ونبداو على بركه الله. عندنا اي نوع ديال الخضره بغيتو، خديتهم غادي نفورهم، ما سلقتهمش، درت لهم شويه ديال المليحه، خيزو، شوفلير، بروكولي، لوبيا، يعني اي خضره عندكم ديروها. عندي انايا الهاشوار، درت فيه واحد البصله رديتها كتطحن مزيان كما كيبان لكم، وخديت هنا صدر ديال الدجاج، كميه كتبقى على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم وشحال باغيين ديروا. حتى هو طحنته حتى ولا كفته، يعني رجع تطحن مزيان. وهنايا زدت الطحنه الثانيه، درت معاها الثومه والمعدنوس، يعني عندي انا كانت عندي شرموله درتها. ديروا شويه ديال البزار ما تقويش باش ما تجيش حار، سكينجبير، الخرقوم، هادو الازير كيجي زوين في الدجاج، جربوها البنات، انا كيعجبني. ولا مبغيتوش ديروه ما ديروش، ماشي مشكل، كيبقى اختياري. ملحه على حسب الذوق. انا بحال دابا دايره الشرموله ما قويتش، شويه ديال المطخ وشويه ديال الهريسه اختياريه، ممكن ديروها ممكن تستغناو عليها. يعني الحار هذا، ولكن ملي كيجاك شويه حار كتجي بنينه. هنايا عندي لا شابلور غادي نزيدها على داك الدجاج باش نتجمع بيا. وخديت هنا بابي كويسون وغادي نبدا كنطلق هكا كما كتشوفوا بهذه الطريقه. ممكن تفزكوا يديكم بالماء وغادي تبقاو كتقرصوها، يعني بحال كتقرصوا الخبز، راه غادي تجيكم سهله. خديت هنا لا شاركوتري، اي نوع ديال شاركوتري بغيتو ديرو. ديك الجهه اللي درتها العاديه للدراري، وحنا درنا الحار كنبغيو. وستفت هكا الزيتون خطيطات وغادي نبدا كنرولي. راه كلشي واضح في الفيديو، حاولت نسرع باش ما يجيش فيديو طويل وممل، ولكن راه الطريقه واضحه. نتوما كتروليو ونتوما كتزيروا باش داك الدجاج يجي قابط ويجي شاد في راسو، منين يطيب ما يتحلش. صافي، وهنا كما كنقولوا ويلو ما يضيع. كنكرط داك الكاغيط باش ما يبقاش فيه الدجاج، وصافي غادي نلويه عليه. هانتوما كتشوفوا صافي، لويت الرولي وزدت عليه واحد البابي كويسون واحد اخر، لويته في البابي الومنيوم، درت له بحال شكل الحلوه، بحال الحلوه ديال 2 ريال 10 ريال هكا. كلويته من الجناب وغادي ندخلو الفران على 180 درجه ونخليه. انا بطاطا بعد ما تفورات انا ما سلقتهاش كما قلت لكم، اكرازيتها، درت لها شويه ديال البزار، شويه ديال لي زارب دو بروفونس مليحه، ودرتها هكا شكل كريسات، ودرت لها الفرماج من فوق ودخلتها حتى هي الفران. الرولي ديالي بعد ما طاب درت انا شويه ديال الزبده مع التحميره، وغادي نديرو من هكا ندهنو باش يتحمر، وصافي ندخلو الفران يتحمر. بالنسبه لا ماريناد اللي غندير الخضره الاخرى، ملحه، بزار، لي زارب دو بروفونس، الخل، شويه هادو عندي هنا، ديروا السودانيه ولا ديروا اللي بغيتو. انا هادو واحد الاعشاب التوابل ديال لافخيطاس كيجيو لذاذ، زيت الزيتون وبصله يابسه. الا ما عندكش البصله يابسه ديري البصله العاديه حتى هي راه كتجي زوينه فيها. صافي، وغادي نزيد، غادي نديرها الخضيره ديالي، اللوبيا، الشوفلير والبروكولي، راه كتجي بنينه هكا بلا ما تصوطيوها ما حتى شي حاجه، كيجيو بحال شي سالاد. وهنايا خيزو درت له شرموله العاديه المغربيه، كمون، السودانيه، الشاونيه، قزبور والثومه والملحه وعصير ديال الحامض وزيت الزيتون. وغادي نردو فوق المقله، نخليه حتى يتشحر مزيان وصافي. بعد ما طاب الرولي ديالي ما تخليوهش يطيب بزاف في الفران باش ما يقصحش، قطعته هكا. العرض كيبقى على حسب الاختيار ديالكم نتوما، واش بغيتو معراض ولا رقاق، هكا كيجيو زوينين. صافي، خديت الطبق ديالي ديال التقديم وبديت كنقدم فيه. بطاطا بعد ما طابت في الفران كتجي لذيذه، كتجي زوينه، حتى الدراري صغار كيحماقوا عليها بهذه الطريقه هكا. صافي، والخضره ديالي حتى هي غادي نقادها. المهم التقديم كيبقى اختياري على حسب كل واحد كيف ما بغيتو نتوما. وهنايا بالنسبه لاصوص بلانش اللي غادي ندير، درت شويه ديال البصله يابسه، شويه ديال شامبينيون معلب، زبده، ملحه وبزار، وغادي نردها تشحر غير على ما تذوب ليا ديك البصل ديك الزبده وهذا. وغادي نزيد عليها لا كريم ليكيد، اي اي كريم ليكيد عندكم، ولا كريم فريش ولا اللي بغيتو. هنا كانت عندي لا كريم صوجا وزدت عليها واحد 2 معالق ديال كريم فريش ديال 15%. صافي، حركوها مزيان وصافي، هي الكريم ديالنا واجده، اولا لاصوص بلانش ديالنا هي واجده.
ما تخليوهاش تغلى بزاف باش ما تعقدش. وانا غادي نديروها فوق الدجاج بهذه الطريقه وصافي، ما بقى لي غير نقدم لكم الوصفه. ان شاء الله تجيكم سهله، والله العظيم الا جات سهله، يعني ما كتاخذش وقت كتير لان الخضره كتفور كامله دقه واحده. غير كديروها الدجاج حتى هو كتوجدوه تحشوه في الفران، يعني ما الوقت كيبقى لكم في انكم ديروا بزاف ديال الحاجات. نتمنى الفيديو يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده، نقول لكم السلام عليكم. واللي ما مابونيش يتابونا، مازال وصفات ان شاء الله. خليتكم على خير.